ونرجع ونقول مسا عليك يا صاحبي. ساعات كتير وانت شغال على اي فيديو بتحتاج ان انت تحط اللاير على الفيديو اللي انت شغال عليه علشان يبقى شكله احسن، او علشان خاطر تضيف اي حاجه مثلا زي اللايك والفولو والكومنت، او زي حاجه زي كده مثلا او اي حاجه تانية. بس اللاير دي بقى بيبقى عليها كرومه خضراء. طب ايه حل ان انت تشيل الكرومه الخضراء دي؟ تعالى بقى نتعلم ازاي نقدر نشيل الكرومه الخضراء الموجوده على اي فيديو علشان نقدر نستخدمها عادي جدا باسهل برنامج وباسهل طريقه. حلقه سريعه ومش تاخد مننا وقت. اعمل لايك وسبسكرايب لو انت على يوتيوب، وفولو لو انت على تيك توك او فيسبوك، ويلا بينا نخش بالانترو. اول حاجه هنفتح برنامج كاب كات، تمام، عشان خاطر نشتغل عليه. دول 2 فيديوز هنشتغل عليهم. طب انت عشان خاطر تعزل الكروما تعمل ايه؟ اولا انت الفيديو هتلاقيه شغال معاك، اول ما تنزل الفيديوز اللي فيه الكروما هتلاقيه جاي ايه بالترتيب وراه. طب انت عايز تخليه لاير، هتعمل ايه؟ هتختار الفيديو نفسه وتنزل هنا وتدوس على كلمه تراكب ديت، دوس عليها كده هو هتحول معاك للاير ينفع ينزل على الفيديو. جرب كده، نصغر بس حجمه شويه كده، هو راكب على الفيديو. انت ممكن مثلا ايه تحرك مكانه تخليه هنا ونغير الحجم. طب عايزين نشيل الكروما، هندوس عليه ونيجي لكلمة قطع دي ندوس عليها، وبعد كده ندوس على مفتاح كروما، تمام، أداة انتقاء اللون، ندوس عليها وحرك هنا. شوف انت عايز تلغي انهي لون، يعني احنا عايزين نلغي اللون الاخضر عشان هو ايه، هو ده الكروما باللون الاخضر. حدد كده عليها ودوس على كلمة كثافة دي وزود، هتلاقي الكروما اتشالت معاك. والظل نفس الموضوع، ونغير الحجم شوية، ودي النتيجة. طيب ده اول فيديو، ممكن نجرب مثلا على فيديو تاني. ننقل دي كده ورا، تمام، نجرب دي مثلا. هنعمل نفس الموضوع عشان نحفظ، ندوس عليها، ندوس على تراكب عشان تبقى لاير ينفع تتحط على الفيديو، تمام. هي كبيرة شوية فهنقسمها، نحذف اللي احنا مش محتاجينه، تمام، نغير الحجم بتاعها. كل حاجة سهلة، تمام. نخليها كده مثلا، ندوس عليها قطع، مفتاح كروما، أداة انتقاء اللون، نختار الأخضر، الكثافة نروح مقللها، بس ما تقللش قوي. انت لو قللت قوي ممكن اصلا تقلل اللون الابيض نفسه. ليه؟ لان ديت الشكل بتاعها مختلف شويه. اللون الابيض اصلا داخل في الاخضر، فانت لو قللت قوي هتقلل حوالين الاخضر وحوالين الابيض، فالابيض هيختفي معاه، تمام. فانت خليها ايه وسط كده مثلا، تمام. والظل نفس الموضوع، ودي النتيجه. طيب ممكن نزود حاجة كمان برضو، نجرب دي. هنعمل نفس الموضوع، تراكب، يبقى هنا، تمام، دوس عليه، قطع، مفتاح كروما، كثافة، قلل الكثافة وقلل الظل، بس كده. نغير مكان مثلا، نخليه هنا، بس دي مش محتاجينها، والنهاية بتاعت الابليكيشن برضو مش محتاجينها. طيب في حاجة دلوقتي هنا ده بينتهي نهاية عادية. بص الفيديو اللي جاي، انت بتلاقي الساوند سيستم بتاع الصوت نفسه، بص بيظهر فجأة، ركز كده، بيظهر فجأة. انا مش عايزه يظهر فجأة، انا عايزه يظهر جاي بالتدريج. هنعمل ايه؟ هندوس على الفيديو، تمام، وندوس على كلمة تحريك دي، وندوس على اختفاء تدريجي. نزود هنا شوية،
بص كده الفيديو بيبدأ ازاي. بص على الصوت، جايب بالتدريج كده من الغامق للافتح للافتح لحد ما يوصل للون الطبيعي بتاعه. طيب بص هو لما يجي يخلص هتلاقي برضه اختفى فجأة. بص انا مش عايزه يخلص كده، انا برضه عايزه نفس الموضوع زي ما بدأ بالتدريج ينتهي بالتدريج. هندوس عليه تحريك، وبدل ما احنا عند كلمة للداخل اللي فوق ديت، احنا للداخل مختارين اختفاء تدريجي، هندوس على اللي جنبها للخارج وهنخليها ظهور تدريجي. اوكي بص كده ظاهر اهو، يقعد يختفي 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 لحد ما يخلص، وهكذا برضه ده كمان. يعني ده انا عامله لكم في السريع اوريه لكم. تحريك، اختفاء تدريجي، نزود شويه، والخارج برضه نزود ونوصل للنتيجه دي. وبس كده، دي كانت النتيجه النهائيه. وفي نهاية الحلقة اعمل لايك وسبسكرايب لو انت على يوتيوب، وفولو لو انت على فيسبوك او تيك توك. وسلام.